السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده رجعت لكم فيديو النهارده يا جماعه من عند الوز، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. المفاجاه دي 3 بيضات دول ما شاء الله في المكان اللي انتم شايفينه ده. بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد احنا بنعمله. ومعلش يا جماعه لو انا صوتي متغير شويه، انا تعبان شويه يا جماعه، ادعولي ربنا هو الشافي يا رب، يشفيني ويشفي كل مريض، اللهم امين. النهاردة انا لسه داخل البرج يا جماعة، يعني البرج بتاعنا ده احنا سايبينه من زمان وما بنربيش في طيور ولا بنربي اي حاجة طبعا انتوا عارفين، على السطح. لقيت المفاجأة دي، لقيت الوزة التانية بتاعتي بيضالي ما شاء الله زي ما انتوا شايفين برضو. يعني المكان عامل ازاي، فيه حجارة وبايظ خالص. وهي اللي لما القش ده والله يا جماعة، ولما ريش كمان، ريش بطة اهو وريش طيور كمان على السطح، لقيتها بيضة ال3 بيضات دول ما شاء الله من غير ما نشوفها ولا نعرف برضو نفس الوزاية التانية ما شاء الله. يعني البيض كمان شكله انه مقرب انه يطلع، كمان انه متوسخ وعامل ازاي يا جماعة. ده بيض الوزة التانية بتاعتي، ربنا يبارك فيها يا رب. انا دلوقتي هوريكم الوزة بتاعتي يا جماعة، هوريكم الذكر اللي معاهم ما شاء الله عليهم. بس هي اول ما شافتني قامت جايه قايمة، هي دي بتخاف جدا وجبانة مش زي الوزة التانية خالص. الوزة دي جبانة وبس ما شاء الله حنينة جدا، والبيض دافي ومدفياه. بس هي بس عشان انا شغلت لمبة في المكان وكده فخافت مني وقامت. واول ما شافت الدكر كمان جاي معاها فقامت من على البيض وخافت. اهو يا جماعة الوز بتاعنا ما شاء الله. هي دي النتاية اللي انا بقول لكم عليها اللي راقدة، وده الدكر بتاعنا ما شاء الله عليهم. وز ما شاء الله، سلالة رقد، سلالة حاجة نظيفة جدا. وز كمان يعني حجمه مش عادي، يعني الدكر ده داخله في ال6 كيلو، 6 كيلو ونص يا جماعة. والنتاية دي قبل ما كانت تبيض كنت وزنها من فترة كده، كانت 4 كيلو والله يا جماعة ما شاء الله عليهم. انتوا عارفين طبعا ان انا سلالتي جميلة جدا والسلالة كويسة. وز هجين، يعني مش وز بلدي عادي ولا وز رفيع كده. وكمان وز ان هو بيبيض على طول بدري. وز اول بطن ما بيبيضش متاخر، يعني هي بيضوا من بدري ما شاء الله عليهم اهم. في وز لسه عند الناس لسه ما وسعش اصلا، وكمان وز عتقي ولسه ما وسعش، بس دول سلالتهم كويسه ما شاء الله. هي انا مش عارف هي كانت بيضة يعني ال3 دول ولا اكتر من ال3 دول، وممكن يكونوا اكتر من ال3 دول، بس حاجة باظت او كده. طبعا اللي ما يعرفش ان اي بيضة ما بيكونش فيها تخصيب تحت اي طيور، يعني تحت اي حاجة راقدة من درجة الحرارة بتقوم جاية مفرقعة لوحدها، عشان كده بتوسخ. يعني انا شامم ريحة مش كويسة في المكان. وكمان البيض زي ما انتوا كنتوا شفتوه، البيض بتوسخ وكده ومش كويس. بس هي بسم الله ما شاء الله وزة كويسة جدا، وزة اول بط، سلالتهم كويسة جدا. والذكر ما شاء الله والواناتهم تحفة. يعني الالوانات بتاعتهم يا جماعة، اللون الابيض ده من عشق اللي انا بحب اللون الابيض ده في الطيور جدا، في البط وكمان في الوز. طبعا انتوا شايفين الذكر بتاع حجمه ما شاء الله حاجة يعني، ولونه كمان لونه جميل جدا يا جماعة، ربنا يبارك فيه. الذكر ده يعني انا ما كنتش عارف ان انا ادخل المكان منه ما شاء الله. يعني بيحنين جدا وكمان بيخصب وتخصيبه مضمون. واللي ما شافش الفيديوهات بتاعتي وما شافش الفيديوهات بتاعت الوز بتاعتي موجودة كلها على القناة يا جماعة. واللي لسه معايا لحد دلوقتي وبيتابعني يضغط لايك يا جماعة فضلا وليس امرا. انا بحط لهم دلوقتي يا جماعة، يعني بحط لهم قمح، بحط للذكر بس. هما الوزتين طبعا انتوا عارفين ان هما راقدين ما شاء الله، ومقربين كمان ان هما يبيضوا جدا باين على البيض. وانا فحصت البيض كمان، ربنا يبارك فيهم. انا بحط للذكر قمح وعيش وكمان بادي بياض. والذكر عادي يا جماعة انه يتساب معاهم، مش هيضرهم ولا اي حاجة ولا هيضربهم ولا يعمل فيهم حاجة، مع الوز عادي. وكمان لو الوزة بتاعتك طلعت وعايز تسيب معاها الوز الصغير، عادي انك تسيبه معاها، بس انصح انك تاخد الوز من تحتيها وتحضنه انت بطريقتك افضل واحسن.
عشان الوزة ان هي ترجع تستعيد تاني، وترجع انها تجهز نفسها انها تشتغل لبطن تانية، وتستعد البطن تانية. وكمان مفيش حاجة تاخد يعني تاخد الوز من تحتيها، او انه يموت او انه يتاخد او كده، وانك تعرف تغذيه كويس وتحضنه، وتبدأ هي انها تستعد تاني وتبيض تشتغل موسم جديد. ما شاء الله، يعني الوز ده من الوز اللي بيبيض 3 بطون في السنة يا جماعة، مش الوز اللي بيبيض بطن واحدة. الوز ده من الوز اللي بيبيض 3 بطون. يعني هو بيض معايا اهو بدري ما شاء الله عليهم. ان شاء الله هيبيضوا معايا ال3 بطون، وان شاء الله نكون مع بعض في تربيتهم. هي يا جماعة قاعدة تبصلي ازاي عشان عايزة تروح على البيض بتاعها وتنام على البيض. وتربية الوز من الطيور الجميلة جدا، وكمان تربيتها انها بتحب الخضرة والمية يا جماعة. واكتر حاجة تكتروها للوز الخضرة والمية. واللي برضو اخ فاضل سألني وقال لي الوزة بتاعتي بتيجي قبل ميعاد الطلوع، بتعدي الميعاد بتاعها، بس البيض بيبقى في جنين. البيض بيبقى في جنين، والجنين بيموت في البيض ده يا جماعة بسبب عرق الوزة. عرقها مش حلو. يعني الوزة دي يفضل انها تتغير. يعني لو هي وزة عندي فانا بغيرها على طول، ما بسيبهاش عشان بتبقى وحشة. وكمان انت كده يعني بتخسر فيها، ما بتكسبش. اللي انت جايبهم كمشروع او ككده او كتربية عادي او هواية للبيت، برضو خسارة انها يعني البيض يبقى فيه جنين وكل حاجة، بس هي ما بتطلعوش. ده بسبب ان الوزة مش كويسة وعرقها مش كويس. ويفضل ان انت تبدلها او تذبحها افضل، وتجيب وز مكانها. امال لو البيض مفهوش تخصيب ولا كده، فهنقول ان العيب من الذكر. بس طالما انه وكمان انها بترقد عليه ويبقى فيه جنين ميت جوه البيضة، بسبب ان البيض كبس. يعني دخلت مثلا الوز عكت نفسها مية ودخلت على البيض. كمان حاجة دخلت على الوزة وهي راقدة، قلقتها وقامت من عليه فترة طويلة، فالبيض يكبس جواه. فدي كلها العوامل يا جماعة اللي بتخلي الجنين يكبس جوه البيضة. فلازم نهتم بالوز كمان في موسم الانتاج وموسم الفرخ بتاعه يا جماعة. وموسم الانتاج ده بيبدأ من شهر 9 لحد شهر 4. والوز بيبدأ انه يبيض 3 مرات في السنة. والوز من الطيور الشتوية، يعني الوز من الطيور الشتوية اللي بتبيض في الشتاء بس، ما بتبيضش في الصيف، مش زي البط وغيره. ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم والمفاجأة بتاعتنا دي عجبتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.